زي اللوز وجميل يا مدمس، شغل ايديا وزيه مفيش، خدلك منه بقرش وغمس، فول متنقي عليه تحابيش. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. هندمس الكمية اللي تكفينا خلال شهر رمضان. يلا نبدأ بسم الله ونشوف المكونات بتاعتنا. كيلو من الفول متنقي كويس قوي ومغسول ومنقوع 12 ساعة على الأقل. نص كوباية من العدس الأصفر مغسولة بس مش منقوعة. جزرة مبشورة، طماطمية مبشورة، معلقة كركم، معلقة بابريكا، 3 فصوص توم. والمكون السحري اللي يحافظ على لون الفول هو عصير ليمونة. هنجيب الفوالة او الدماسة بتاعتنا ونحط الفول وعليها الجزر المبشور والطماطم المبشورة ومعلقة الكركم ومعلقة البابريكا و3 فصوص الثوم زي ما هما كده، وهنعصر الليمونة. وهننزل بقى بمية مغلية، لازم تكون المية مغطياه، ونحط عليه كمية مية كبيرة عشان ما نفضلش كل شوية نزود مية. هعلى عليه النار لحد ما ياخد غلوة معايا، واول لما يغلي ههدي النار خالص واسيبه لمدة ساعة. بعد الساعة هطلعه بقى من الفوالة او الدماسة، التسوية بتاعته كهرمان اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده، حباية الفول مستوية على الاخر. يا دوب نهرسها بالشوكة ونحط عليها شوية ملح وكمون وليمون ونقطة زيت، ومع شوية عيش بلدي بقى تاكلوهم بألف هنا وشفا. بعد ما سبت الفول بتاعي يبرد خالص، بدأت بقى ان انا احضر اكياس تلاجة واحط على قد الكمية اللي ان شاء الله نعملها في السحور، عشان بقى احطها في الفريزر. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.